السلام عليكم ورحمة الله أبطالنا الحلوين. النهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديو مهارات ذهنية. إن شاء الله احنا بناخد المهارات الذهنية أو الحساب العقلي ده بحيث إن احنا بنشغل مخنا طول ما احنا موجودين أو قاعدين في الأجازة، حاجات ذهنية لينا احنا. ابني أو بنتي، حاول إن انت تشغل مخك معايا. طيب، النهاردة بناخد مهارة الضرب في خمسة، اللي هو ان انا لما اجي اضرب العدد خمسة في اي عدد زوجي او في اي عدد فردي، ليه طريقة وده ليه طريقة. يبقى انا مهارة الضرب العدد العدد خمسة في اي عدد، سواء عدد مكون من رقمين او من ثلاثة زي ما يكون. طيب هناخد الاول ضرب العدد خمسة في عدد زوجي. حلو جدا. اول حاجة هنعملها عشان تبقى واخد بالك، لما نيجي نضرب العدد خمسة في عدد زوجي بنعمل ايه. امسك عندك هنا من الشمال اهوت التمانية، هات نصها. نص التمانية كام؟ أربعة، واكتبه على الشمال. بعد كده امسك الأربعة، هات نصها. نص الأربعة اتنين، وحط عندك هنا صفر قدامهم على اليمين. تاني، يبقى أنا لما أجي أضرب العدد خمسة في أي عدد زوجي، امسك من الشمال التمانية دي، هات نصها أربعة. طب والأربعة دي هات نصها. نص الأربعة اتنين، وحط صفر على يمين الاتنين وأربعين. طيب، بعد كده عندك بيقول لك 246 في خمسة. هنا نفس القصة برضه، هنمسك من الشمال نجيب الاتنين، نجيب نصها واحد، ونجيب نص الأربعة اتنين، ونجيب نص الستة تلاتة، وأزود الصفر الجميل بتاعي، يبقى 1230. 1230. لو انت جربت وضربت خمسة في 246 هتديك 1230. اللي بعد كده مهم جدا، ليه بقى؟ لان ده عدد زوجي بس هيجي لي رقم فردي موجود في العدد الزوجي. يا ترى هعمل ايه؟ هنشوف. همسك من الشمال زي ما اتفقنا التمانية، اجيب نصها. جميل، نص التمانية أربعة. احنا بنتكلم على ضرب العدد خمسة لو عدد زوجي. بعرفه زوجي منين؟ بيكون الأحاد بتاعه عدد زوجي، يا إما صفر أو اتنين أو أربعة أو ستة أو تمانية. هنا عندي أحد وستة. طب بعد كده هروح أجيب نص الخمسة. طب الخمسة مش هعرف أجيب نصها، يبقى عدد عشري. لا، ده أنا عايز أجيب عدد صحيح. هعمل إيه؟ قال لك الخمسة دي نقصها واحد، خليها أربعة. نقصها واحد، وخلي بالك من الواحد اللي احنا نقصناه، خلي بالك منه. نص الأربعة اتنين. كويس، نص الأربعة اتنين. الواحد اللي أنا نقصته من الخمسة أحطه هنا جنب الستة على شمالها، بقت 16. وأروح أجيب نص ال16 يبقى 8، وأنزل الصفر اللي احنا اتفقنا بننزله على اليمين، يبقى 4200 و80. يبقى انا كده عرفت ضرب العدد خمسة في عدد زوجي. طب لما يجي لي ضرب العدد خمسة في عدد فردي، قال لك لازم تركز معايا. اول حاجة لازم تعملها، العدد الفردي اعرفه منين؟ من الاحاد بتاعه. احده واحد او تلاتة او خمسة او سبعة. ده احده سبعة يبقى فردي. اعمل ايه؟ قال لك نقص السبعة دي الاول خالص، نقصها واحد الاول خالص، اخليها ستة. تاني، لما اجي اضرب العدد خمسة في اي عدد فردي، امسك الاحاد ونقصه واحد يبقى ست. وامسك بقى من الشمال عادي، هات نص الستة تلاتة. بعد كده هات نص الستة تلاتة. طب احنا فوق في العدد زوجي كنا بننزل صفر، لا هنا على اليمين مش هتنزل صفر بقى لما تضرب في عدد فردي يا بطل. امال هتنزل خمسة. هننزل العدد خمسة. بعد كده بيقول لك خمسة في 465. يا ترى يا 400 يا 65 انت عدد فردي ولا زوجي؟ قال لك امسكني من احادي. امسك الاحاد. الاحاد خمسة، يبقى فردي. واحنا اتفقنا لما نضرب العدد خمسة في اي عدد فردي، بمسك العدد الاولاني اللي هو الرقم الاحاد، انقص واحد اخليه اربعة. دي اول خطوة. بعد كده امسك لي من الشمال يا بطل، اجيب نص الاربعة اتنين، واجيب نص الست تلاتة، واجيب نص الاربعة اتنين. وزي ما اتفقنا طالما ضربنا في عدد فردي، روح حط لي خمسة على اليمين، يبقى الناتج 2325. السؤال الاخير اللي عندي، لما نيجي نضرب خمسة في اي عدد فردي، هنا بيقول لي هنعمل ايه؟ احنا خلاص عرفنا والله. هنا همسك العدد، امسكه من احاد. ويا احاد انت كام؟ خمسة. حلو جدا. طب ما هو الخمسة ده فردي، يبقى نقص واحد الاول خالص، خليه اربعة. طب جميل. نمسك بقى هنا من عندي من اول السبعة، اجيب نصها من اول الشمال. طب ما انا عارف ان السبعة نصها تلاتة ونص، ده انا عاوز عدد يكون صحيح مش عدد عشري. نعمل ايه؟ نقص السبعة دي واحد، خليها ستة. نقصها واحد، خلي بالك الواحد ده هنحتاجه الوقت.
الستة جبتها اجيب نصها يبقى 3. طب الواحد اللي انا نقصته حطه هنا جنب التلاتة بقت 13. طب ما انا ال13 عاوز اجيب نصها، قالك ال13 لو جبنا نصها هتبقى 6.5، وال6.5 عدد عشري، انا عايز عدد صحيح. اعمل ينقص ال13 دي واحد خلاها 12. جميل، هات نص ال12 6. طب ما انا في واحد نقصته هروح احطه جنب الاربعة. هتقول لي طب والخمسة؟ لا، ما احنا اتفقنا لما نضرب الخمسة في عدد فردي الآحاد بنقصه واحد، خليناها أربعة اهو عشان ما تنساش. طب الواحد اللي أنا كان ناقص عندي خليته على شمال الأربعة. طب الأربعة بقت 14 اهي، نصها 7. وأروح أزود زي ما اتفقنا على اليمين إيه 5، لأن أنا بضرب في عدد فردي، يبقى 3675. أنت يا بطل اللي هتحل دي بقى ونزلها لنا في الكومنتات. هكتب لك عندك مثلا 869 في 5 بيساوي، وحل انت بقى. يلا ان شاء الله دي حاجات ذهنية خدناها بنشغل مخنا بيها ونقدر نشوف الفيديو. ده حاجات ذهنية يا جماعة، تاني بنقول عليها. تقول لي احنا هنستخدم الطريقة العادية. الطريقة العادية لازم نبقى عارفينها طبعا، ومفيش اسهل منها وكل الناس بتشتغل بيها. ده انا بتكلم ان دي مهارات ذهنية بنقدر نعرفها ونشوفها في الاجازة، بننمي مخنا، بنشغل مخنا. انا الحاجات دي لما بلاقيها على الفيس قدامي او على اليوتيوب، كل ما بلاقي طريقة، انا عن نفسي بقى لي 20 سنة بدرس، لا لما بشوف طريقة زي كده بحاول ان انا اشوفها واشتغل عليها. حاجات بتنمي القدرات الذهنية عندنا وعند ولادنا ان شاء الله. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. نورتوني وشرفتوني، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.